اللاعبين اللي متاخره العقود بتاعتهم. هنتعرف مزيد من التفاصيل عن هذه المشكله واحداث واخبار النادي الاولمبي من خلال هذا اللقاء مع الاستاذ ابراهيم الشيخ عضو مجلس اداره النادي الاولمبي. اهلا بيك استاذ ابراهيم معانا. استاذ ابراهيم، المشكله كده بسرعه، يعني هل هي مشكله ماليه فعلا وفريق الكوره بس ولا لا؟ لان في احدى الصحف كتبت ان انضم لهم مجموعه لاعبين من الالعاب اخرى زي كره اليد او العاب اخرى وتجمهروا وحاولوا، يعني اعتقد يعني مش عارف حجره في النادي يعني هم اللاعبين او قاعه مجلس الاداره او حاجه زي اللاعبين بتوع الالعاب الاخرى ما انضموش لهم ولا حاجه. هي كانت مجموعه اللاعبين دي جت من حوالي اسبوعين ثلاثه من اسبوعين قبل شم النسيم، وقالوا عايزين فلوس ومعناش الكلام اللي كله بتقوله. انا بقول ما عنديش ازمه ليها، دي كتير قوي طالما الازمه عند كل الانديه يبقى مش ازمه خاصه بيا. لو ازمه خاصه بالنادي الاولمبي لوحده يبقى عندنا ازمه وعندنا عندنا خطا. انما النادي الاهلي النهارده كنت قاري في الجرايد الانديه كلها بتعاني. النادي الانبي عايز منهم 1,700,000 عشان وليد. ايوه. فنادي الزمالك قدنا بنسمع نادي الاسماعيلي بقى لعيبته كلها. فالازمه لما بتبقى على الانديه كلها يبقى مشكله كبيره، مش ازمه خاصه. انما عندنا احنا طلبوا فلوس، ونهم احنا بس يعني احنا عملنا انشاءات عاليه جدا جدا جدا. من ضمنها كان عندنا 3 قطع كبرى للتاجير، مطعم على ميدان زويل، حديقه اطفال ب5 محلات، عندنا كافتيريا شباب، وفوق منها على فكره ملعب كره يد اللي هي الصاله مش كده ولا ايه؟ لا غير خلاف الصاله. لا الصاله دي حاجه ثانيه. الصاله دي معجزه من الاعجازات اللي اتعملت في اسكندريه. انا بتكلم على الملعب يعني كافتيريا شباب وفوق منها ملعب معلق. حاجه شكلها شيك جدا جدا جدا. ال3 قطع دول بيجيبوا لنا من حوالي من 600-700 الف جنيه ايجارات في السنه. يبقى النهارده انت لما تيجي تسلم مجلس اداره جديد تجيب له في 4 سنين بحوالي 3 مليون، يبقى اعتقد انت يعني من المجالس الناجحه جدا رغم كل المشاكل اللي بتصار او اللي بيحاول يثيرها بعض اعضاء مجلس الاداره او بعض اعضاء النادي. ان ما فيش طبعا مجلس اداره في الدنيا كلها من صغرنا في الانديه كان في توافق عليه. لازم بيحصل لازم اللي نفسه يبقى مجلس اداره واللي نفسه يبقى يعلى في مركز وحاجات طبعا من النصيحه اللي كتير. جت اللعيبه ادينا لهم جزء من فلوسهم. بعدين بعد ما كلهم لعيبه كوره. لعيبه كوره فيهم حد محترف ولا فيهم في عندي 3 هم كلهم محترفين. هذا ده معقود. لا اقصد افارقه عندي 3 افارقه. عندي ساليو ونانا وتوريه. لان قالوا ان مجموعه من المصريين في انديه كتير قوي يعني يعني قالوا اتفقوا مع مجالس الادارات ومع المديرين الفنيين ان هم ياخدوا 3/4 مثلا قيمه عقودهم. الامور كانت مرنه شويه يعني. مسلسل من 3 حلقات بعد اسبوع جم. واديت لهم انا فلوس شخصيه من عندي وحليت المشكله، وراحوا جم بعد كده راحوا داخلين على الاداره الماليه زي ما يكون حد زيهم يعني. وقعدوا في الاداره الماليه. ما انا بقول راحوا حجره المستحقات الماليه وحجزوا الموظفات والموظفين وكانت قصه. طبعا الحجره دي فيها ايه؟ فيها خطابات اسناد وفيها خطابات ضمان وفيها خطابات تامين وفيها دفاتر الشيكات. ووجد فعلا بعد ما جت لجنه من الاداره الماليه من وزاره الشباب والرياضه لقيت في شيك متاخد من دفتر الشيكات، ودي اتعمل بمحضر في نيابه الاموال العامه. الموضوع خطير جدا جدا جدا. مشكله كبيره. مين اللي حرضهم على كده؟ مين اللي عملهم على كده؟ هل حد في مجلس الاداره؟ انا كنت هسالك السؤال ده. انا سمعت والله هقول لسعادتك على حاجه. مجلس الاداره فيه انقسامات، فممكن يكون حد انا كنت قاعد في حل مشكله في تحريض على كده مع الاستاذ احمد عفيفي وكابتن كبير رئيس الجهاز مع الدكتور عمرو شوقي وكيل وزاره الشباب والرياضه. قدام منه اللعيبه قالت ان في ناس قالت لنا عايزين مستندات معينه. ناس فعلا يعني هم اللي قالوا، اللعيبه اللي قالوا بيه. وحتى المراسلين بتوع القنوات الفضائيه هم اللي قالوا احنا ما قلناش حاجه. ان هم سمعوا وقالوا. ما احنا طبعا احنا استعيبنا نقول ليه؟ انت هتتكلم على زميلك مجلس واحد يعني هتفضح نفسك للاسف شديد. فكر واحد. فهم قالوا على الهوا وفي الرسالات الخاصه بيهم لانديتهم قصدي لقنواتهم الفضائيه قالوا ان في بعض اعضاء مجلس الاداره قالوا ان هاتوا مستندات. واللي قال الكلام ده ابراهيم بعرور وكان معاه 2 من زمايله او 3 وعايزين نصور اوراق معينه وحاجات زي كده. واللعيبه قالوا احنا رفضنا. بس فوجئنا باللجنه الماليه اللي كونها الاستاذ عمرو شوقي ان في وجود شيك متاخد من دفتر شيكات النادي الاولمبي. وده حاليا في نيابه الاموال العامه. مشكله كبيره. مشكله كبيره جدا طبعا وعيب. واكيد متاخد عن قصد يعني. ممكن تكون حاجه معينه ولا والله يعني انا دايما بفترض عدم سوء النيه، لكن دي سرقه بسوء نيه بحسن نيه هي سرقه. وهم سبب فيها طبعا. قالوا لهم ايه يعني لو سمحتم احنا جينا فلوس. وفانا لما قعدنا مع استاذ عمرو شوقي خدوا قد ايه من عقودهم من قيمه عقودهم اللي حضرتك احنا اتفقنا ان احنا نديهم 65%. وطبعا رغم انت ما لعبتش ما كملتش الدور الاولاني. يعني اذا كنت انت ليك فلوس احنا بقول لك انت ليك حق. لما اجي اقول لك انت مالكش عندي فلوس من هنا ممكن تاخد اي موقف. تمام. انا اقول لك انت ليك فلوس بس اصبر عليها شويه. انا جاي لي فلوس احنا لسه مأجرين الحاجات دي قريب. ولما اجرناها قبل كده برضه مجموعه من الزملاء برضه هم اللي عطلوا ايجاراتها. كان زمان خلصت بقى لها شهرين.
فاحنا ما اتاخرش عليهم وما قلناش ما لكمش حقوق، احنا قلنا ليك حق بس اصبر عليه شويه. طبعا اللعيبه ما صبرتش بضغط من ناس معينه، وطبعا في ناس طبعا ضد المجلس وعايز تعمل اثاره وعايز فرقعه، لكن ربنا طبعا الهمنا ونهينا المشكله. وفاضل بس اللعيبه الافارقه اللي هم الثلاثه دول بقى قاعدين مساحاتهم كامله مره واحده. دول ما يقول لك انا ماليش دعوه. فقلنا لهم اقعدوا في استراحه اللعيبه عندنا في النادي، فطار غدا عشاء وقعد محترم لغايه لما تيجي بعض الناس اللي هم الموردين وتاخدوا فلوسكم وتفضلوا مع السلامه على